كان في مباراه الاهلي والنجم الساحلي، المباراه انتهت بالتعادل 0-0 وكتير جدا برضو بعتوا بيسالوا عن موقف النادي الاهلي، وانا الحقيقه وعدتهم ان انا هقول. اولا النادي الاهلي هيلعب مباراه الذهاب في الدور قبل النهائي، هتكون يوم 19 او 20 او 21 سبتمبر، يعني بعد 4 اسابيع. مباراه العوده تكون بعدها باسبوع. هو عايزين نقول بس انه النادي الاهلي احتل المركز الثاني في المجموعه. لا احتل الاول. نعم، لا احتل المركز الاول. بايه بقى؟ هقول لك دلوقتي اهو. مباراة العودة 26 27 28 ده مباراة العودة. موضوع بقى الأول والثاني زي ما قلت لكم منى كده عمل جدل كبير جدا. أنا على حسب معلوماتي يا منى إنه الفصل في حتة اللقاءات المباشرة بيتم في حالة إن أنت يعني هتصعدي فريق، أو إنه مثلا الاثنين في المركز الثاني وواحد منهم هيتأهل، يعني أنا كان في بالي كده. دي طب احنا يا جماعة بس عشان في جدل في الموضوع ده، الأهلي أول ولا تاني؟ يا ريت نشوف الجدول من على الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم. على موقع الاتحاد الافريقي، رغم ان الاهلي عدد الاهداف بتاعته اقل، عدد اهداف النادي الاهلي اقل، بس هم ادخلوا، كابتن شطة ادخل المواجهات المباشرة حسب المواجهة المباشرة لمباراتي الاهلي مع سيو سبورت. اللي هي 1-1 في الذهاب في ابيجان، والاهلي كسب كان 1-0 في اللقاء اللي كان هنا في القاهرة. فكده يبقى النادي الاهلي عنده افضليه. صحيح فريق سيو سبورت يمكن متقدم بهدف، لكن زي ما قلت اللجنه الفنيه اللي بيرقصها الكابتن شطة قالت لا، الاولويه هتكون للاهلي لانه فاز في المباريات المباشره. انا كان بعتقد زي ما قلت لك انه الفصل في المواجهات المباشره يكون فقط في حاله يعني المركز الثاني مثلا، او ادخال فريق للمركز الثاني. انا كان في تخيلي كده. المهم يبقى كده النادي الاهلي بينتظر الفائز او صاحب المركز الثاني من المجموعه الاخرى. المجموعه الاخرى ان شاء الله بتلعب النهارده في مباراتين، ريال بوماكو المالي مع القطن الكاميروني، وليوبار الكونغولي مع اسك ابيجان الايفواري. المباراتين هيكونوا الساعه 5:30 توقيت القاهره. الموقف ايه؟ القطن في الصداره 10 نقاط بس بيلعب خارج ملعبه، وريال بوماكو عنده امل. ليوبار في المركز الثاني 8 نقاط بيستضيف اسك. انا شخصيا برشح ليوبار يكسب، هيبقى 11 نقطه، والقطن هيخسر غالبا هيبقى 10 نقاط. ممكن كده جدا الاهلي يقابل القطن اللي هو ثاني المجموعه الاولى. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الاهلي هيلعب في مباراه العوده، هيلعب مباراه العوده في الدور قبل النهائي في القاهره، سواء كان القطن سواء كان ليوبار سواء كان ريال بوماكو هيلعبها في القاهره. نفس الشيء في الدور النهائي. الدور النهائي الاهلي برضه هيلعب المباراه النهائيه في القاهره. يبقى في 3 حاجات. الاهلي اول المجموعه من خلال الجدول اللي اتنشر على موقع الكاف. الاهلي هيلعب مباراه العوده في الدور قبل النهائي في القاهره، هيلعب مباراه العوده في النهائي في القاهره، والنهارده بننتظر منافسه القطن او ليوبار او ريال بوماكو. دي الحاجات المهمه الحقيقه اللي انا حبيت اعرفها لكل الساده المشاهدين.